بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا بخير. اروح نحضروا مع بعضنا هذه الفطيرة من اروع واسهل ما يكون، سهلة بنينة وفمثم توجد. روحوا المقادير وطريقة التحضير. هنايا عندي كاس نتاع حليب، الكاس تاع 250 ملي، نصف ملعقة نتاع خميرة فورية، نصف ملعقة سكر، الملح ملعقة صغيرة، حوالي ملعقة صغيرة. نخلطوا هذو المقادير جيدا، ومن بعد ضفت لها 5 ملاعق كبار نتاع زيت، وهنايا عندي حبة تاع بيض ضفت البياض، وهذاك الصفر نحيت منه النص درته في العجينة، والنصف الآخر نحتفظ به للدهن. هنايا نخلط جيدا المقادير مع بعضهم، ومن بعد نبداو نضيفه في الفرينة بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية، نوعا ما تتلاصق في اليد، ما تنشفوهاش. هنايا دات لي بالضبط المره الاولى درت 2 كيسان كيما راكم تشوفوا، ومن بعد زدت نصف كاس، يعني المجموع 2 كيسان ونصف، تلك من 2 كيسان ونصف حتى 3 كيسان. المهم على حسب نوعيه تاع الفرينه تاعك اذا تشرب ولا لا. ضيفي الفرينه بشويه بشويه وحتى تحصلي على هذا القوام تاع العجينه. اعجنيها وخليها هنايا تختمر. هنايا ما نحتاجوش انها تختمر ضعف الحجم تاعها، لانه درنا كميه قليله من الخميره. في هذا الوقت كنت درت الملابس يتغسلوا، دائما نخدم بافو اللي غني عن التعريف، عندهم عده انواع، كل نوع احسن من الاخر. اليوم استخدمت هذايا تاع صابون مارسي اللي يخرج الملابس روعه، خاصه اللي عندهم اولاد صغار ما لازمش نديروا لهم الصابون اللي يكون فيه ريحه قويه، ولا اللي عندهم حساسيه. هنايا شوفوا لي القوام تاعو كيفاش يجي ثقيل ما شاء الله، اقتصادي، بوشون واحد راح يغسل لك ما شاء الله. انا هنايا كنت درت هذايا تاع صابون مارسي، درت بوشون واحد، ودرت لي برائحه الخزامه نص بوشون باش يعطي لي الريحه الهائله في الملابس نتاعنا. ياسر كاين ناس ياسر يحبوا الملابس تاعهم تجي تريح بريحه مليحه. جربوا هذون. هنايا ثاني شوفوا القوام تاعو كيفاش ثقيل، اقتصادي. هذا البيتون يغسل لك حتى 40 خضره، وتلقاوه متوفر في جميع السوبرات بسعر مناسب جدا. بعدها رحت لتحضير الحشو. هنايا عندي كميه من البصل اللي كنت قليتها، وضفت لها كميه من صدر دجاج اللي قطعته الى مربعات، ومن بعد راح نضيف لها التوابل اللي هما فلفل اسود، فلفل احمر، توابل دجاج، ثوم، وشويه نتاع كمون، الملح، وعندي اختياري شويه تاع طماطم مصبره حوالي ملعقه صغيره. نقليهم كما راكم تشوفوا جيدا، ومن بعد درت الغطاء ونخليهم يطيبوا على البخار. مانيش حابه الدجاج تاعي يجي ناشف. هنايا بعد ما طاب خليته على جهه. العجينه تاعي بعد ما اختمرت كما قلت لكم مش راح يضاعف الحجم تاعها، لانه درنا لها كميه قليله من الخميره. دهنت سطح العمل بشويه نتاع زيت، قسمت العجينه تاعي الى 2، ومن بعد نفتحوها بهذا الشكل، رقوها. تبقى على حسب الرغبه تاعكم، اذا تحبوها رقيقه ولا خشينه. انا استعملت هذه الصينيه القياس تاعها 30 سنتيم. صراحه كنت حاسبتها بلي صغيره لاني ظلي مره ما خدمتش بها، لذا درت كميه قليله من الحشو، ومن بعد لقيتها كبيره. وهذه العجينه ثاني تقدر تكفيكم المقاس الصينيه اللي تدخل الفرن، اللي تتباع مع الفرن ولا الكوشه. هنايا حاولوا انكم تسقموها بهذا الشكل. كنت قليت بطاطا مقليه اللي كنت قطعتها الى مكعبات، ومن بعد نديروا الحشو من الفوق كما راكم تشوفوا، ومن فوق زدت لها جبن مبشور. بالنسبه للنوعيه استعملت نابولي، لاني كنت درت كميه قليله من الحشو، كثرت لها شويه الفرماج. هنا درت كميه من الفرماج، ونعاود نفتح العجينه المتبقيه بنفس الطريقه. ديروها رقيقه على حساب قياس الصينيه تاعكم، راح تجيكم شويه اكبر. كما قلت لكم هذا المقدار تاع العجينه تجيكم قد قياس الصينيه نتاع 30 على 40. هنايا درتها على قياس تاع الصينيه، نرفدوها بواسطه الحلال ونديروها فوق المول تاعنا، ونحاولوا نضغطوا. هنايا راني نضغط فقط على الاطراف باش تتقرص لنا ويتنحوا لنا هذوك الزوائد. هذاك شويه صفر بيض اللي كنت احتفظت به، كنت زدت شويه نتاع حليب سائل وندهنوا به السطح بهذا الشكل، ومن بعد زينوها في الاطراف كما حبيتوا. في الوسط كنت درت لها الفرماج. هنايا من الوسط استعملت الموتزاريلا، وانتم ديروا اي نوع حبيتوا، وتقدروا تستغنوا على هذا الجبن في الوسط، فقط درته انا كتزيين. كنت مشعله الفور تاعي يسخن مليح مليح لا اقصى درجه عندكم، ومن بعد نديروها الطيب
شعلوا من تحت، كي يتم من تحت شعلوا من الفوق حتى تاخذ اللون الذهبي. وهذا هو شكلها بعد ما طابت. فطيرة ما كانش ما اسهل منها، العجينه سهله وايضا الحشو ساهل وتجيكم بنينه ياسر ياسر. هنايا قسمتها الى مثلثات، تحبوا تقسموها على 8 ولا على 6 كما حبيتوا. وخلاص هنايا نفتح لكم تشوفوا من الداخل كيفاش تجي العجينه. تجي خفيفه والحشو بنين وسهله في التحضير تاعها، ما تديش نهائيا الوقت. هنايا شوفوها كيفاش تجي من الداخل. جربوها، انا اكيده راح تعجبكم. هنا نكون وصلت لنهايه الفيديو، نقول لكم الى وصفات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.